أوه، انظر لتلك الدراجة. إنه هنا أيضا؟ هذا لا يصدق. أيمكنكما البقاء معه للحظة؟ بالتأكيد. لما أنت هنا؟ من المفترض أن يكون هذا مكانا آمنا لأطفالنا. لدي موعد. هل لديك طفل يذهب إلى المدرسة أيضا؟ لا، فأنا بالضبط. هل لي أن أقترح عليك المغادرة قبل أن أتصل بأمن المدرسة؟ ليس لدي فكرة لما أنت هنا. سأقابل المدير أوينز. رأيت على الإنترنت أنهم يبحثون عن معلم جديد، لذا أردت أن أتقدم بطلب. صحيح، أنت معلم؟ أجل. ما الذي ستقوم بتعليمه؟ كيف تطرد من المدرسة وتذهب إلى السجن؟ اسمعني، أنا رئيسة رابطة الآباء والمعلمين، وليس هناك أي طريقة لأنا أو للآخرين بأن نسمح لشخص مثلك بتعليم أطفالنا. لدي مؤهلات التدريس. قد لا أبدو مثل المعلمين الآخرين، لكن يمكن أن أؤكد لك أنني أكثر من مؤهل. فقط لأنك مؤهل على الورق لا يعني أنك تنتمي. الآن قد تخدع الجميع بقميصك وبلياقة وبنطلوناتك، لكنني أعرف شخصيتك وسوف أعتزم إخبار المدير من أنت بالضبط. هيا تعال فلنذهب. شكرا جزيلا لك أيها المدير. أشعر بارتياح شديد لأننا على نفس الجهة عندما يتعلق الأمر بما هو أفضل لأطفالنا. نعم، لا يجب أن نسمح لشخص مثل ذاك أن يكون في موقع تأثير في فصولنا الدراسية. نعم. حسنا، جيد. حسنا، شكرا جزيلا. أو لا، لوك، ماذا أخبرتك عن اللعب في الشارع؟ لوك، انتبه! انتبه! أين أنا؟ لقد استيقظ. انتظري. مالا؟ الصبي هل هو بخير؟ أجل. أجل. بفضلك أنت فرانك، لقد ذهبت إلى منتصف الشارع وأنقذت حياة ابني. أنا ممتنة للأبد. كان من الممكن أن تموت. أنا آسفة لقول كل تلك الأشياء الفظيعة عنك، وأنك كنت في عصابة وقمت ببيع المخدرات. كنت مخطئة بشأنك. لا، بل كنت محقة بشأني.